أهلا بكم. وبيحييه وبيقول له نورارو يوهيون أنت جيت يا جيوكي. وبيقول إنه دايما بيبان إنه من البشر، بس ريوكو دايما بيكون في أي عمر. إحنا اليوكاي بنتعالج برعب من البشر والفزع كمان، زي الشخص اللي بيقدر يعمل رعب حقيقي. إحنا عايشين في وقت صعب جدا، لازم نأكد اليمين اللي قطعناه في القمة. وبعدين بنشوف كارسو وتينجو بيجروا ورا ريوكو، وبيقول له لو رفضت انك تحكم عشرة النور. وبيقول له ريكو بطل تلحقني، وبيضربه وبوكس وبيطيره بعيد. وبيوصل للمدرسة وبيقول مين مهتم بيوكاي دلوقتي، عايز بس أكون إنسان عادي. وبنسمع ماكي ساوري وهي بتسأل لينجا كانا لو سمعت حاجة عن المدرسة القديمة. وبتقول له لينجا ناتسومي سمعت إنه مسكون باليوكاي. وبتقول له ماكي ساوري فعلا حاجة تخوف. وبتضحك لينجا كانا وبتقول لهم مفيش حاجة اسمها يوكاي. وبتنده لريوكو بتقول له مش ده صح؟ بيقول لها ريوكو ايوه صح. وبشوف كيوتو سوجيو وهو بيقول بالمناسبة تكون بخير النهاردة. وبيرد عليه شيما جيرو بيقول له اكيد هيك. وبتقول له اكيد يا كيوت سوجو. وبيسأل ريكو مش انت كمان هتروح؟ بيقول له اه هبت. وبتسألهم ماكي ساوري انتم بتتكلموا على ايه؟ وبيقول كيوت سوجو رايحين المدرسة القديمة النهاردة، هنروح ندور على اليوكاي. وبيقول له لينجا كان انت متعلق قوي بالموضوع ده، وتقريبا انت اللي طلعت عليه الاشاعات دي. بيقول لها كيوت سوجو دي مش اشاعات، شفتهم بعيني من 4 ايام، اليوكاي موجودين بجد. وتقول له انت بتكذب صح، الحاجات دي مش موجودة. وبيقول لها كيوت سوجو انتم بس خايفين من اليوكاي. وتقول له نينجا كانا احنا مش عارفين كتير عن اليوكاي، نخاف من ايه؟ وبتسأل ريكو بتقول له مش ده صح؟ وبيقولوا له بزعل الحاضر. وبنشوف ريكو وهو بيتكلم مع نورارا يوهيون يا جدي انا هخرج مع اصحابي. وبيقول له استنى يا ريكو. بيقول له ريكو في ايه يا جدي انا مستعجل. وبيقول له نورارا يوهيون فكرت في خلافتي كواريث التالت. وبيقول له ريكو الموضوع ده قفلته ومش هغير رأيي مهما طلبت. وبيقول له نورارا يوهيون عايز اعيش حياتي كبشري عادي، انا قررت كده من فترة اشوفك بعدين. وبيجري من المكان بسرعة وبتشوفه نورا وكانا وبتقول له انت خارج خلي بالك من نفسك. بعدين بنشوف كيوتسوجو هو واصحابه في المدرسة القديمة بيستكشفوها. قوليلي. وتقول له لا انا كويسة مفيش حاجة اسمها يوكاي اصلا. بيقول لها ريوكو اكيد مفيش. وبيقول له ريوكو في سره ايه ده؟ حاسس بشعور مش كويس، بس عادي قلت لهم الموضوع ده قبل كده. بيقول شيما جيرو احنا بجد هندخل، وبيبدأ يبان عليه الخوف وبيضحك كيوتسوجو. وبيقول المكان ده شكله فعلا مسكون. بيفتح الباب وبيدخلهم وبيقول لهم كيوتسوجو انا متأكد ان اليوكاي ده موجود. بيقول لينجا كان انا شكلي حسيت بالخوف في الاخر. بيطمنوا اي حاجة النهاردة هحميكم. وبتقول له بجد. وتقريبا شيماجيرو بيشوف حاجة وبيترعب وبيقع على الارض وهو بيصرخ. بيقول ريكو اهدوا دي لوحات بس. بيقول كيوتسوجو المفروض الاول نشوف الاوض. وبيقول نورا كان اشوف الرف التاني، بيشوف ريو يوكاي مستخبي بس ما بيرضاش يقول لهم عشان ما يرعبهمش. وبيقول في سره ان اليوكاي ده مش منتمي. حاسي بتقول ان المكان ده مسكون. وبتقول لينجا كان مفيش حاجة اسمها يوكاي في الاخر. وبيقول ريكو ده اللي كنت بقوله طول الوقت، بس بيقول في سره في يوكاي كتير هنا انا ما كنتش اعرف عنهم حاجة، الكل في خطر. وبيقول لهم كيتسوشو تعالوا ندخل المطبخ نبص بصة أخيرة قبل ما نخرج من هنا. وبيقول ريكو في سر شكل فيه حاجة هنا. وفعلا بيطلع لهم يوكو. تابوا للوحش اتجرأت وحطيت ايدك على سيد ريكو احنا أعدائك. وبينتقل المشهد لمجموعة من كبار اليوكاي قاعدين مع نورارو يوهيون. وحد بيقول يا قائد انت عارف كم سنة عدت من وفاة الوريث التاني؟ انت طلعت على المعاش قبل كده، هتفضل امتى في طريقه؟ بيرد عليه نورارو ريهيونو انا قلت لكم على فكرة ان دي مسألة وقت مش اكتر. شخص اللي هيقود عشيرة النور والمنظمات ال 72 واللي بتتكون من 10,000 يوكاي ومش هيكون غير حفيدي ريكو الوريث الثالث. وبيرد عليه وبيقول له ايوه بس السيد ريكو لسه صغير. بترد عليه الشغارة نوكيوجي بس انا سمعت ان السيد ريكو مش راضي يديك الخلافة. وبيرد عليه يوتسو تومو نيودو ازاي ده يحصل؟ قائد الكلام ده صح. وسمعت انه كمان انه صح اليوكاي قبل كده مرة واحدة وده كان قبل 4 سنين. والشيغاهارا نوكيوجي بتقول لهم كلكم عندكم نقطة صح. بيقول لهم جيوكي على كل حال حرف الخوف اتكتب خلاص.
كشيطان يمسك بالصوت. الخوف بيتمثل وكأنه حاكم الضلمة. خلونا نستنى وبينتقل المشهد تاني للمدرسة القديمة. يويكا تسورورو وهي بتحارب اليوكاي وبتنفخ فيه بيكسر الشباك وبيقع. بعدين بيسأل بعدين بيسألهم ريكو انتوا بتعملوا ايه هنا، وبيردوا عليه اوتابو احنا بس بنحرسك زي اليوم اللي كان من 4 سنين. تقول له اويكاوا سورارو احنا دايما جنبك، وبيرد ريكو هو مندهش دايما بيقول اويكايا سورارو هنشرح ليك بعدين، بس لازم نخرج من هنا الاول. بنشوف اويكايا سورارو وهي بتشرح له وبتقول له احنا بنحميك برا البيت في المدرسة وفي كل مكان. ده عامل زي دق الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.